لديك صديقة مزيفة تبتسم في وجهك، لكنها تتحدث عنك بالسوء خلف ظهرك، واليوم سأكشف اسمها. لقد حان الوقت لقطع هذه الطاقة السلبية. اضغط على رمز المزيد أسفل صورتي واستمع حتى النهاية. هل تعرف ماذا تشعر تجاهك؟ الغيرة من جمالك وقوتك. تتظاهر بدعمك، لكنها تنزعج عندما تتألق. تود أن تكون مكانك، لكن بما أنها لا تستطيع، تحاول تخريب طاقتك بصمت. اكتب امتنان في التعليقات أدناه. هذا يحيد هذه السلبية فورا. والآن حان الوقت. اضغط على سهم المشاركة وشاهد من هو الشخص السادس الذي يظهر. الحرف الأول من اسمه موجود هناك. انتبه، في حرمة تحاول بكل الطرق تدمر حياتك، واسمها بيطلع في هالفيديو. اضغط على العلامة جنب صورتي علشان تحمي نفسك، وبعدين اضغط على السهم الأبيض وشوف منه بيطلع. الاسم الثالث هو هي. اكتب في التعليقات: أنا أثق في الكشف. يصير لك شيء بيخليك تبكي من الفرحة. قبل ما أبدأ اضغط القلب واضغط متابعة واكتب في التعليقات: أنا أستقبل الرزق، لأنك على وشك تجدد شيء كبير لحياتك. ركز معي وخلي كل كلمتك تدخل قلبك. في رزق ضخم غير متوقع جايك من شخص ما تعرفه. ممكن تكون مكالمة، تحويل بنكية مفاجئ، أو رسالة تفتح لك باب عمره ما انفتح قبل كده. بس عشان توصل لها لازم طاقتك تكون جاهزة، والرسالة هذه وصلت لك الآن لأنك الشخص المقصود من بين آلاف. شارك الفيديو ثم افتح واتساب وشوف تاني جهة اتصال عندك. إذا كانت امرأة فاستعد، لأنه خلال 72 ساعة في شيء كبير بيغير مجرى حياتك. لكن انتبه، إذا تجاهلت هذه الرسالة الفرصة هذه راح تنتقل لشخص تاني، ويمكن يكون أقرب أعدائك. اظهر نيتك واضغط أرجوك افتحي عينيك، لأن الرجل الذي تعيشين معه يقترب من امرأة أخرى. سأخبرك بما قاله لها. من هي؟ هل تريدين معرفة ذلك؟ للحصول على هذا الكشف انقري على الزر الأحمر في صورتي، ثم انقري على رمز القلب حتى يتحول إلى اللون الأحمر. لم يكن يتخيل أنك ستكتشفين ما قاله لامرأة أخرى على الهاتف، لكنك لاحظت أن هاتفه لا يغيب أبدا. إنه يتحدث إلى امرأة أخرى وينظم اللقاء أمام عينيك مباشرة، لأنه يعتقد أنك لن تشكي أبدا في أن هذه هي الحقيقة. وسأكشف لك ما يقوله ومن هو، لإثبات أنك لم تحصلي على هذه المعلومات سهوا. لاحظي أن جهة الاتصال الثالثة في قائمتك المشتركة الخضراء هي امرأة. هل تريدين معرفة ما قاله لها ومن هي؟ إذن انتبهي وافعلي ما أقول. ببساطة اترك رسالة تقول فيها: أؤمن بالكون وقوانينه، واضغط على زر المشاركة الأخضر. سيكون اسم جهة اتصالك الثالثة هو نفس اسم هذه السيدة. والآن سأخبرك عما يتحدثون. إنه يبذل قصارى جهده للفصل بينهم. لذا آمن بالكون وقوانينه، وتخلص من هذه المرأة والطاقة السلبية التي تجلبها إليك.